طب روح اتكل على الله بعد اذنك. بعد اذنك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده خلاص 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 الراجل داخل بيقرا قرآن بس يابا صلي على النبي كده واحد الله في قلبك. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. بقرا قران يا أستاذي طب روح اتكل على الله بعد يا إذنك. عم روح اتكل على الله. مين سيبك منه عمنا. كمل عمنا قلبك ابيض. بعد إذنك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده خلاص 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 الراجل داخل بيقرا قرآن بس يابا صلي على النبي كده واحد الله في قلبك. لا إله إلا الله. اقرا كمل يا شيخ. الله ينور عليك. ربنا يهديك يا ابن نزل. طب انا هسمعك حاجه يمكن ان شاء الله ربنا يهدي قلبك باذن الله. امين يا رب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. سبحان الله على النبي. ربنا يزيدك من نعمه يا رب. الله يبارك. ادي الراجل اللي انت كنت عايز تمشيه. طيب الله يفتح عليك يا عم الشيخ. احساسك ايه لما سمعت القران بامانه؟ يعني انت كنت جاي وزقتني وقلت لي يا عم امشي. ارتحت والحمد لله. انا عايزك بس اسمع منك صوره. طيب اهم شيء القران دخل قلبك؟ او الحمد لله اللهم لك الحمد دخل قلبي. انا حسيتك ان انت بعد ما قرات لك القران ارتحت كده الحمد هو لله. متسرع معلش يعني. هو متسرع. قال لي يا عم بتعمل ايه؟ هو واقف بس في موضوع كده عائلي معاه مضايقه شويه. فهو
كان لسه استغفر الله العظيم يا رب، يعني كان بيشتم وخارج يعني الشيطان كان معايا بس. وانا اللهم لك الحمد سمعتك، يعني الله اكبر عليك. ربنا يبارك فيك انا ويحفظك. ممكن اطلب منك طلب صغير؟ اتفضل اتفضل. انا الصراحه صوتك يعني عجبني، وبقول لك ربنا يزيدك من نعيمه ونعمه عليك. نسمع صوتك. لو عايز الله ينفع تسمعني سورة آل فرعون. آل فرعون. هي ما فيش سورة اسمها آل فرعون. انت قصدك سورة غافر وقال فرعون. الله يبارك فيك، سمعها لنا معلش شيء. انا لا 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 لا, لا لله كويس مسلم، كويس بس كويس أنا- يا عم، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويديك الصحة والعافية. سمعنا الجزء. دلوقتي بقى سمعنا. يا عم هادي ولا مش يهمك. كنت بتزعق؟ أنا طب امال ايه آسف. طيب؟ لا 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 ولا ما تحكمش يهمك. على حاجه، ما تحكمش على معلش. حاجه غير لما تشوفها. ما تبص. انت شفت كتاب بس الغلاف بتاعه ما عجبكش، انت عرفت ايه اللي جوه الكتاب؟ لا لما تفتحه تبقى تحكم عليه بس. يعني انا الله يبارك لك يعني عم فاحنا الشيخ. ممكن عايزين دلوقتي نقول نسمع لك بقى بس مش هنسمعك حاجه. جزء من صخرة الموت. وجاءت سكرة الموت. طيب ماشي، هنقرأ لك وقال فرعون، وبعد كده نقرأ هنقرأ والله العظيم سورة قاف. قرآن ربنا كله جميل، ومن على لسانك الواحد ربنا يبارك فيك. حس ان انا اللي بقراه من ناحيه خشوع والكلام دوت. انا جسمي اشعر وتهت كده وسرحت شويه وانت بتقرا. يبارك لك يا انا عم ممكن الشيخ. على فكره يعني معلش انا ممكن اقول له ما امشي دلوقتي، مش هتسمع حاجه، بس دوت حاجه بتاعت ربنا. ربنا أنا ما يبارك فيك. أقدرش ربنا يبارك فيك. عليه يعني انا سمعتك يعني يا عم الشيخ، يعني ريحتني. الله يريح قلبك ويهدي قلبك ويصلح لك حالك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الله يبارك فيك يا عم الشيخ ويفتح عليك. والله العظيم يعني انت الواحد بعتك، يعني بص الواحد ربنا بعتك لينا كده في ساعة غفلة الواحد تايه فيها، اللي هو مش ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يبارك فيك ويحفظك. شكرا. الواحد والله العظيم يعني كان عايز يسمع حاجة زي كده عشان قلبه يرتاح شوية. واقفين مهمومين وزعلانين، فاهم ضغوط الحياة والدنيا اللي احنا فيها اليومين دول، قلة إيمان من الناس
يعني انا الواحد معلش يعني انا مش عارف اللي انا اقوله ده غلط ولا صح. اهم شيء في الكلام ده مسلم بالاسم مسلم، قلة إيمان من الناس، مع قلة صلاة، مع حتى شهر رمضان عدى على الناس ما كانش فيه يعني البركة من عند ربنا، بس ما كانش فيه بركة زي أيام زمان يعني. طيب أنا عايز بس أقول لكم حاجة أهم شيء، القرآن وصل لك؟ أنا وصل لي لدرجة إن أنا يعني سرحت كده يعني وارتاح قلبي، ريحت لنا قلبنا. بقالي فترة حقيقية بجد ما وقفتش كده بالراحة النفسية دي، باخد نفسي كده وانا مرتاح، نسيت الهموم بتاعت الدنيا كلها وركزت في اللي انت. انا يعني ربنا يعني بس. من قبل ما انت تيجي علينا دلوقتي كان الواحد عليه هم. اللهم لك الحمد. طيب انتوا ايه رأيكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه؟ نكمل فيه ولا انت شايفين؟ الله اكبر، يعني تكمل فيه وربنا يزيدك وبتريح قلوب الناس. بص اقول لك على حاجه، انت مش ما تقولش ايه رايك في المحتوى، عشان ده احسن محتوى بيتعمل على مواقع التواصل الاجتماعي. طب احنا مش شايفين تفاعل من الناس. لا طب لا احنا مش شايفين تفاعل من الناس. لا هتلاقي تفاعل. انا واحد من الناس مشترك على القناه ومن متابعين القناه، والمحتوى دوت او المحتويات اللي زي كده انا بشجعها، بدل ما نخش على التيك توك وعلى صفحات كده على اليوتيوب. انت عارف بقى، انا مش هقول لك يعني عايز اوصل لاستاذ رمضان الطوخي، يعني شخصيه الله اكبر عليه والله يبارك فيه. يعني لو هو شاف الفيديو دوت انا بحييه بجد. طيب قولوا للناس لو عجبكم المحتوى وصلوا الفيديو دوت ل 100,000 لايك. لا هم الناس اصلا هيسمعوا هيشوفوا الفيديو هيسمعوا التلاوه بتاعتك، فزي ما انا حسيت بيها ودخلت قلبي، كل اللي هيحس بيها وهتخش في قلبه اكيد هيوصلوا ل 20,000 لايك و30,000 لايك. واللي حابب ان هو يشوفنا تاني او يشوفك تاني، انا ما كنتش اعرف اصلا ان انت جاي تسجل معاه ولا الكلام ده، بس اللي حابب يشوفك تاني هو اكيد هيشترك في القناه وهيعمل اكيد هيشترك في القناه وهيطلع الفيديو دوت ل 30,000 لايك مش 10، وهيدعمكم وهيقف في ظهركم. بس جماعه جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم، ولو عجبكم المحتوى وصلوا الفيديو ل 100,000 لايك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.